دي مصر أم الدنيا، بلد العجائب واللي صدرت للعالم كله التاريخ والحضارة ونماذج كبيرة جدا في كل المجالات تقريبا، زي مثلا دكتور أحمد زويل في الكيمياء، دكتور فاروق الباز في الفيزياء، دكتور مصطفى مشرفة في الفيزياء، دكتور يحيى المشد في الفيزياء النووية، سير مجدي يعقوب في عمليات القلب، دكتورة سميرة موسى في الكيمياء، والمارشال فيلد رضا عبد العال كبير الهجاصين. ولكن زي ما مصر بتصدر لينا نماذج كتير مشرفة، برضو بتصدر لنا بعض الحاجات الغريبة جدا زي البلوجرز والفيمينست ومشجعين برشلونة. بس احنا مش هنتكلم عن دول، احنا هنتكلم عن فصيل تاني هو لا يكاد يقل عنهم قذارة، ولكن برضو هو افكاره تعتبر الى حد ما مترتبة. حلقة النهاردة عن الكيميتيزم. في البداية خلينا نعرف يعني ايه اصلا كلمة كيميتيزم. كيميتيزم هو مصطلح نشأ قريب، مشتق من اسم مصر الفرعوني. مصر زمان كان اسمها كيمت. كيمت دي معناها الارض السوداء. وعشان برضو نبطل نظرية الافروسنتريك اللي هم برضو فصيل قذر، برضو كلمة كيمت تدل على ارض مصر، لان ارض مصر كان لونها اسود من لون الطمي، فكلمة كيمت معناها الارض السوداء نسبة لطمي مصر، مش للعرق اللي كان موجود في مصر. العرق اللي كان موجود في مصر اللي هو احنا اصلا. نرجع لموضوعنا تاني. افكار الكيميتيزم مش مبنيه بس ان هم يغيروا اسم مصر من مصر الى كيميت، لا، هي افكار اكبر من كده بكتير. من ضمن الافكار دي مثلا ان الكيميتيزم او الكميته معتقدين اعتقاد تام ان احنا مش عرب، احنا فراعنه، والمفروض ان احنا نلغي القوميه العربيه والانتساب للدول العربيه ونبقى دولة تعتبر بس قبطية. مصر دولة قبطية فرعونية مش أكتر، لأن هم في مبادئهم وفي أفكارهم شايفين إن انتساب مصر للدول العربية هو في حد ذاته تقليل من المصالح المصرية، وشايفين إن اللغة العربية هي لغة دخيلة أصلا. يعني من الآخر هم شايفين إن إحنا المفروض نطلع من القومية العربية ونغير اسم مصر الكيمت، وكمان نرجع اللغه الهيروغليفيه. هم شايفين ان ديت لغتنا الاصليه ولغه بناة الاهرام اللي هم اجدادنا. يعني هم عايزيننا نرجع لغه احنا مش عارفين نطقها اصلا، ما عندناش قاموس للغه، اخرنا في ترجمتها هي بعض الجمل الصغيره، ما نعرفش نترجم جمل كبيره، وفي كمان الغاز احنا مش عارفين نترجمها لمجرد ان احنا مش مدركين كويس في اللغه. مش ده الجزء الوحيد اللي غريب في الموضوع، هم برضو معتقدين اعتقاد تام ان احنا المفروض ننزع الدين الاسلامي من مصر. مش الدين الاسلامي بس، الدين الاسلامي والمسيحي، ونرجع للديانات اللي كانت ايام اجدادنا الفراعنه اللي هي الديانات الوثنيه، لان الاسلام والمسيحيه مش ديانات كيمت، لا، اهل كيمت اللي هم الفراعنه كانوا بيعبدوا الالهه بتاعتهم اللي هي زي انوبيس وامون ورع وغيرهم. الحاجات دي كلها اصلا ميثولوجيا مصريه. ميثولوجيا ده اللي هو علم التخاريف. طبعا هو انا بقول علم التخاريف مش بقلل منه، لا، هو بيهتم اكتر بالاساطير بتاعت الدول، وبيهتم اكتر بافكارهم ومعتقداتهم القديمه، مش بس مصر، لا، كل الدول. لكن من وسط ده سيبك من الهبل ده كله، عايز اقول لك جزء كوميدي شويه. فكره الكيميتيه ما نشاتش اصلا في مصر، الفكر ده نشا في امريكا، واغلب معتقدين الفكر ده اوروبيين مش مصريين. يعني المصريين اصلا استوردوا الفكره، وده كله في محاوله منهم ان هم يعني نرتبط اكتر بالقوميه. انت متخيل ان ده ارتباط ماشي، ممكن تكون فخور بدولتك وكل حاجه، بس ده اسمه تعصب. يعني من الاخر المصريين مرتبطين بالفكر ده لمجرد ان هم يكون بيعلي من قيمه الحضاره بتاعته ويرفع من شان العرق المصري اللي هو العرق القبطي، واللي بالمناسبه العرق القبطي يعتبر من انقى الاعراق. يعني من انقى الاعراق، يعني تقريبا مصر هي الدوله اللي في المركز الثالث او الخامس من حيث عدم اختلاط العرق. يعني تقريبا فوق 90% من مصر اقباط. وعشان نوضح جزئيه مهمه، اقباط لا تعني مسيحيين، لا، المسيحيه حاجه والقبطيه حاجه. حضرتك مسلم او مسيحي فانت في الحالتين قبطي. ده طبعا بيدمر فكره الافروسنتريك. ده يعتبر الجزء الوحيد اللي حلو في الكيميتيزم، اللي هو الافكار بتاعتهم، ده الشيء الوحيد اللي كويس فيهم. الباقي طبعا انت سامع الكلام، نزع دين ونزع قوميه ونزع الاسم، ما عادش حاجه ما نزعهاش. بس خلينا عشان برضو نكون منصفين نتناقش ونشوف الموضوع ماشي ازاي، نحل الموضوع واحده واحده. اول حاجه اللغه. حضرتك عايز تلغي لغه بقالنا حوالي 1400 سنه بنتكلم بيها في سبيل انها نرجع لغه تانية عباره عن رموز؟ مش منطقيه. ابسط حاجه، انا لو جيت اعترض مثلا مع واحد في الشات، ليه اقعد ارسم له نسر وبعدين حبل ملفوف وبعدين نسر لما ممكن اكتب له ايه 7 ايه بالفرانكو هيفهم جدا، بسيطه. غير كده المصريين كانوا مالتي لانجوج، يعني بيتكلموا اكتر من لغه، مش بيتكلموا اكتر من لغه لكن بيكتبوا باكتر من طريقه. عندك الديموتيقيه والهيراتيقيه
والهيروغليفيه وعندك القبطيه. طيب انا هتعلم اهني لغه فيهم، طب هل لو انا اتعلمت لغه فيهم انت مش عارفها هل معنى كده ان احنا هنتواصل؟ اكيد لا، مش هنعرف نتواصل. انا فاهم ان كل لغه وليها استخدامها، ولكن ستيل برضو عندنا نفس المشكله ان في اكتر من لغه. المصريين كانوا بيتكلموا اكتر من لغه زمان، مش بمعنى الكلام، بمعنى الكتابه. كده كده الفوكال بتاع كل المصريين او اللي هي الصوتيات بتاع المصريين كانت كده كده معروفه، بيتكلموا بنفس اللهجه اللي احنا بنتكلم بيها وبيتكلموا بنفس الطريقه اللي احنا بنتكلم بيها، كلهم فاهمين بعض. ولكن مشكلتنا نفسها في الكتابه، هنفهم بعض ازاي وكل واحد فينا بيتكلم بطريقه. زائد ان عددنا اصلا اللي هو 100 مليون انسان او ازيد من 100 مليون انسان، ازاي هنحولهم كلهم في ليله واحده او حتى في سنه، في 10 سنين هتحول ازاي 100 مليون وفيما بعد هيبقوا 120 و150 مليون كلهم يتكلموا نفس اللغه؟ هتعلمها في المدارس؟ اذا كان العيال مش عارف تتعلم الانجليزي هتعلمهم هيروغليفي؟ فطبعا ده واضح جدا انه عبث يعني بالنسبه لموضوع اللغه، فده عبث. نيجي بقى على الدين. مصرنا الحبيبه غيرت لغتها مره واحده وغيرت دينها مرتين، وبالعقل يعني اللي يخلي المصريين كلهم يغيروا دينهم فده معناه ان هم لقوا في الاديان ديت حاجه كانت ناقصه في دينهم القديم. يعني على سبيل المثال تعاليم المسيحيه، مبادئ توحيد الاله عند الاسلام، كل دي حاجات ما كانتش موجوده في الوثنيه اصلا. كل واحد كان بيعبد حد. انت متخيل ان المصريين ده مثلا بيقدس انوبيس، ده بيقدس ست مثلا، ده بيقدس اوزوريس، ده بيقدس رع، ده بيقدس امون، كل دول الهه. فكل واحد فينا او كل واحد في المصريين كان بيقدس اله او بيقدس معبود، كل اقليم كان ليه معبود. ده حضرتك دارس تاريخ هتعرف ده. الديانتين هما ديانات ابراهيميه جاءت لتمحو فكره تعدد الالهه، سواء مسيحيه او اسلام، الاتنين جم علشان يناقشوا نفس المشكله اللي حضرتك عايز ترجعها. المصريين لما دخلوا سواء الدين الاسلامي او الدين المسيحي فالاثنين يعني المصريين دخلوهم يعني بالحب، ما دخلوش بالترهيب، لا هم دخلوها عن اقتناع. والدليل على كده الرموز الدينيه اللي خرجتها مصر سواء في المسيحيه او في الاسلام. لك ان تتخيل ان الامام الشافعي واحد من ائمه المذاهب الاربعه خرج من مصر، برغم اننا بنتبع الحنابلة في الأحوال الشخصية زي الزواج والطلاق وغيرها من الحاجات، ولكن الإمام الشافعي خرج من مصر. وأغلب متبعين الإسلام في مصر بيتبعوا أصلا المذهب الشافعي، وفي صعيد مصر في برضه بيتبعوا المذهب المالكي. ففي الحالتين احنا عندنا برضه استيل عندنا شخصية بارزة في الدين الإسلامي خرجت من مصر. مستحيل تلاقي دين دخل بالترهيب أو دين الناس تبعته غصب عنها تخرج حد زي الامام الشافعي او قراء زي الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. تعال على المسيحيه بقى. فكره الرهبنه نشأت اصلا في مصر على ايد القديس انطونيوس الكبير، وده ابو الرهبان، هو اسمه كده. وغير كده مصر هي اللي احتضنت العائله المقدسه. لو دخلت في مدن مصريه هتلاقي في بدايتها كلمه مسار العائله المقدسه، دي يافطه محطوطه لانها برضو بتكرم من قيمه مصر، ان السيد المسيح والسيده العذراء ويوسف النجار مروا في بعض المدن المصريه، ومدن مش صغيره، مدن كبيره. عندك مثلا بلبيس في الشرقيه، وسخا في كفر الشيخ، وسمنود في الغربيه، ووادي النطرون في البحيره، لحد ما وصلوا لاواسط الصعيد. ده كله مواقف لمصر مع الديانتين سواء المسيحيه او الاسلاميه، اللي حضرتك عايز تنبذ الديانتين ونرجع تاني نعبد اصنام او نعبد حاجات مش موجوده اصلا ومش منطقيه اصلا وجودها. ده بالنسبه للدين. تعال بقى ندور في حته هل مصر عربيه ام ليست عربيه. في حقيقه الامر مصر فعلا دولة ليست عربية، هي دولة مستعربة. يعني ايه مستعربة؟ يعني العرب دخلوها ووضعوا لغتهم فيها، وده واضح جدا من لهجتنا اصلا، احنا ما بنتكلمش زي اهل شبه الجزيرة العربية. وده مش احنا بس، تقريبا دول افريقيا كلها الاسلامية او دول افريقيا كلها اللي بتتكلم باللغة العربية كلها دول مستعربة، كلها ما كانتش بتتكلم عربي اصلا. ولكن قبل ما تشك ان الكيميتيزم كذب ونقطة، تعال بقى اعرفك ان مش بس مصر دولة مستعربة، لا ده مصر هي اصل العرب. النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم ستفتحون مصر وهي ارض يذكر فيها القيراط فاستوصوا باهلها خيرا فان لهم ذمة ورحمة. معنى الحديث ان اهل مصر او اقباط مصر لهم نسب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وده مثلا من خلال زوجة النبي السيدة ماريا القبطية اللي كانت زي ما واضح من اسمها قبطية، وهي اللي انجبت لسيدنا محمد ابنه ابراهيم اللي مات صغير. هي كانت اخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم السيدة ماريا القبطية. وتعالى نرجع بقى شوية قبل النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا إسماعيل جد النبي اللي أمه السيدة هاجر المصرية. سيدنا إسماعيل هو أول من تكلم باللغة العربية، وجه من نسله عدنان جد النبي صلى الله عليه وسلم. لو رجعت بنسل النبي صلى الله عليه وسلم هتلاقيه بيمتد لعدنان، النبي عدناني، إن العرب مقسومين نصين، قحطانيين وعدنانيين. العدنانيين هو اللي جه من نسلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واللي جد عدنان ده سيدنا إبراهيم وابنه سيدنا إسماعيل اللي هو من السيدة هاجر المصرية. فكده النبي صلى الله عليه وسلم برضه
ليه نسب مع المصريين من جده. فازاي بقى سيدنا اسماعيل اللي هو ابو العرب وجد الرسول صلى الله عليه وسلم امه مصريه ومصر ليس جزء من العرب؟ شئت ام ابيت مصر عربيه وستظل عربيه. مفيش حاجه اسمها كيميتيزم، مفيش حاجه، المبدا ده نفسه مرفوض. احنا لو عرضت على حد ان احنا نخرج من الدول العربيه وكنرفض الدين ونغير اسم مصر الكيميت، محدش هيقبل، محدش هيدي الموضوع اهتمام اصلا، هيقول لك ان انت بتخرف. نهايه مش غلط انك تعلي شأن الدوله اللي انت موجود فيها او تعلي شأن حضارتك، ولكن ايه اللي يثبت لك 100% انك فعلا من الحضاره دي؟ انت عارف في كام موجة هجرة حصلت؟ كتير. انا اتقبل جدا فكرة انك تدافع عن الدولة اللي انت عايش فيها، اللي هي في حالتنا مصر، تفتخر بانك عشت في مصر وانك اتربيت في مصر، سواء مصر او اي دولة عربية طبعا، ولكن الفكرة على مصر دلوقتي. ولو حضرتك مش حابب مصر او مثلا شايف ان مصر اقل شأنا من دول كتير او مش حابب حياتك في مصر، احب اقول لك ان مصر اتذكرت في القرآن لوحده 5 مرات بصيغ تدل على الغنى وتدل على الأمان. في سورة البقرة ربنا بيقول بسم الله الرحمن الرحيم اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم. ده لو كان يدل على شيء يدل إن مصر فيها كل ما تريده. وفي سورة يوسف ربنا سبحانه وتعالى قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ولما سيدنا يوسف طلب من فرعون مصر حاجة، طلبوا إنه يضعوا على خزائن الدنيا اللي هي مين؟ مصر. فده إن كان يدل على شيء يدل إن مصر غنية بشعبها، غنية بمواردها، وكمان أمان. لك أن تتخيل إن ربنا بيأمن سيدنا يعقوب في مصر. لك أن تتخيل أن ربنا بيأمن سيدنا عيسى في رحلته برضه في مصر. مصر لوحدها اتذكرت في الكتاب المقدس 700 مرة. فمثلا في سفر التكوين في نص بيقول وفي ذلك اليوم قطع الرب مع إبرام ميثاقا قائلا لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات. إبرام اللي هو سيدنا إبراهيم، مين نسله؟ سيدنا إسماعيل، ويمتد لآخر الناس اللي هم برضو عرب. ما سيدنا إسماعيل هو أبو العرب. كلمة مصر أصلا مستوحاة من اسم ابن سيدنا نوح، مصرام، فاختصرت الكلمة لمصر. فسواء أنت مصري وتكحف ذلك أو سواء أنت أي جنسية وتعيب في مصر إن هي مثلا مش دولة عربية أو دولة فقيرة أو أيا كان، فما ظنش إن بعد ما أثبت لك من القرآن والكتاب المقدس ومن الأحاديث ومن نسل النبي صلى الله عليه وسلم واثبت لك بكل الصور ان مصر دولة عربية، دولة غنية، دولة اسلامية وستظل اسلامية، انك تيجي تقلل من شأنها. انت لا شيء جنب مصر. ربنا يحفظ مصر ويحفظ اهلها ويحفظ وطننا العربي جميعا يا رب، ويكفيه شر الفتن. وبس كده، اشوفكم الحلقة الجاية. سلام.